كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يختمون القرآن الكريم؟ أفضل طريقة لختم القرآن في أسبوع هي طريقة الصحابة رضوان الله عنهم، حيث كانوا يحزبون القرآن ليختموه في 7 أيام. قال ابن قدامة: يستحب أن يقرأ القرآن في كل 7 أيام ليكون له ختمة في كل أسبوع. قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يختم القرآن في النهار في كل 7، يقرأ في كل يوم 7 لا يتركه نظرا. وقال حنبل: كان أبو عبد الله يختم من الجمعة إلى الجمعة، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في 7 ولا تزيدن على ذلك. رواه أبو داود. وعن أوس بن حذيفة قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أبطأت عنا الليلة. قال: إنه طرى علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحذبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. رواه أبو داود. قال الزركشي: بيانه 3: البقرة وآل عمران والنساء، و5: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة، و7: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، و9: سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، و11: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان، وألف لام ميم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، و13: الصافات وصاد والزمر وغافل وحاميم السجدة حاميم عين سين قاف، والزخرف ودخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات. ثم بعد ذلك حزب المفصل وأوله سورة قاف.